السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة الشيف منيرة. اليوم باش نوريكم طريقتي الخاصة في تحضير مرقة قنوية باللحم البقري. المقادير: كيلو غرباع لحم بقري، 250 جرام قنوية، 4 كعبات طماطم، راس ثوم مبشور، مغرفة كبيرة وشطر طماطم معجونة، رطل بصل، فلفل، 3 مغارف صغار فلفل مرحي، وزوز مغارف صغار تابل، ومغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة كركم، فنجان زيت وكاس ماء. ونبداو. توا أول حاجة نحطو كل شيء على البارد. بعد ما غسلنا اللحم ناخدو كروانة نحطو اللحم تاعنا، نزيدو عليه 4 كعبات طماطم مغسولين مقصوصين جباد كيما هكا، نزيدو عليهم غرفة وشطر كبيرة طماطم معجونة، راس ثوم مقشر مبشور، 3 مغارف صغار فلفل مرحي، وزوز مغارف صغار تابل، ومغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة كركم. زيدوهم كاس ماء كبير، نحركوهم كل مع بعضهم، ومن بعد نشعلوا عليه الغاز. وتو ناخذ البصلتين الكبار نقصوهم بالحجم هذا. وبالنسبة لبقية البصل تابعوا معنا الفيديو وتو نقول لكم وقتاش تحطوا كل بصل اللي مازال. ونكملوا نزيدوا فنجان زيت، نعملوا تحريكه كيما هكا صغيره. من الاول نقويه النار، كيف نشوفوا غلي نقصوا في الغاز ونخليه يطيب على نار هاديه باش الطماطم الخضراء طيب وتتبرم، ما تمناش خارصه الصوص. ونكملوا نزيدوا كاس ماء اخر نغطيو عليه نخليه يغلي في عقله. نقعدوا كل دريجين من زمان فقدوها ونحركوها شويه. تو في نفس الوقت ناخذوا تبسي واسعه شويه كيما هكا وغارق، نعبي شطره بالماء ونزيدوه مغرفه كبيره ملح ونحركوه باش نذوبوا الملح نتاعنا. تو ناخذوا القنويه بالكعبه بالكعبه، كل كعبة نقصوا لها تيجي فوقانية متاعها، وذبابة من اللوطة نقصوها ونشقوها طريف. والكعبة القنوية اللي نقصوها نحطوها في الماء والملح باش تخرج كل العبة متاعها. تو بعد قربت سواها من زمان من تدوير الطمطومة نحطوا إتر ونص ماء تسخن باش نمرقوا بها المرقة. تو شوفوا ما شاء الله المرقة متاعنا كيش ولات، شربت بالباهي، بدأت تقل في زيتها. نسقطوا توك البصلات نتاعنا الصحاح، نعملوا تحريكه كيما هكا صغيره، ونمرقوهم بالملح حتى يسخن. نعملوا تحريكه صغيره نغطيو عليها ونخليوه تغلي في عقلها. وتو كيف نشوفوا المرقه نتاعنا قريب تطيب نمشيو نقليو القناويه نتاعنا، ناخذوا طاجين نحطوا الزيت ونخليه يسخن، ومن بعد تحطوا القناويه تقلي في عقلها، حله بكل هكا في الطاجين وماذا بك تغطيها خاطر ترشق، واصبر وحركها. تو كيف نشوفوا المرقه نتاعنا طابت، قرص زيتها كيما هكا واللحم تقرص معناها طاب. نصبوا القناويه بزيتها بكلها في المرقه ونزيدوا عليها قرون فلفل، وكل قرن نشقوه هكا طريف من فوق ونسقطوه باش الفلفل الاحمر والاخضر يسيب الفيحة نتاعو في المرقه. نعملوه تحريكه صغيره كمان هكا ونغطيو عليه ونخليوه درجين من زمان حتى يطيب الفلفل، وتطفي عليه. وشوف ما شاء الله المرقه نتاعنا كي طابت كيش ولات كيش قرت زيتها. وراهي بالنسبه للمرقه القنويه كل حاجه تعطيها وقتها، وراهي مرقه قنويه تحب تطيب على نار هاديه، هكا علاش خليتها تقريبا ساعتين وربع فوق الغاز. وراهي صدقني جات بنينه بنينه. وبالنسبه للقنويه راهي تو الموسم تاعها، وصحه وبشفاء وكل عام وانتم حيين بخير.